السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام البتريل. آخر خطوة من خطوات بناء الدايناميك موديل اللي اشتغلنا عليها كانت الخطوة رقم 7، وكان المفروض في الفيديو اللي فات نبتدي الخطوة رقم 8 وهي الأكوفر، ولكن بما اني رفعت الموديل يعني على النت از ريسكيو فايلز، فحبيت في الفيديو اللي فات اللي انا اعرف حضراتكم ازاي اللي احنا نعمل امبورت للداتا ديت، او الستاتيك موديل از ريسكيو فايلز، ازاي نعمل له امبورت في البتريل بحيث ان هو يبقى عندنا الستاتيك موديل جاهز. طب بعد الفيديو اللي فات كان المفروض بقى النهارده اعمل الفيديو اللي هو الخطوة رقم 8 للاكوفر، ولكن في بعض الزملاء بعتولي يعني بيسألوا طب انت ازاي عملت اكسبورت للداتا دي، يعني ازاي عندك الموديل، ازاي اللي احنا نقدر نعمل اكسبورت للموديل دوت از ريسكيو فايلز بره. فقلت نعمل الفيديو دوت بعنوان الاكسبورت للموديل از ريسكيو فايلز من البتريل. وبمشيئة الله في الفيديو اللي جاي بقى يعني هيبقى الخطوة رقم 8، وهنكمل خطوات بناء الديناميك موديل إن شاء الله بإذن الله. فالنهاردة هنعرف موضوع الاكسبورت الموديل از ريسكيو فايلز. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طيب أنا فتحت كده الموديل بتاعنا اللي هو الأرب موديل اللي احنا إن شاء الله هنعمل له اكسبورت. قبل ما نبتدي خطوات الاكسبورتنج للموديل نطلع بره كده ونكريت فولدر اللي احنا هنعمل اكسبورت للموديل بتاعنا فيه، فهنسميه اي اسم وليكن exported Arab موديل. طب هنعمل اكسبورت لايه؟ هنعمل اكسبورت اولا للجريد بتاعتنا بما تحتويه من properties اللي موجودة عندنا، وبما تحتويه من ابار، ولكن هتاخد الابار معاها كتراجكتوريز بس، مش هتاخد الويلز داتا اللي هي الكومبليشن او البرودكشن داتا. طب دي كده اولا. ثانيا هنعمل برضو اكسبورت بقى للويلز داتا اللي هي ما اتاخدتش في الجريد اللي هي الكومبليشن والبرودكشن داتا. تالت حاجة ان شاء الله هنعمل اكسبورت للفلويد موديل، ورابع حاجة للروك فيزيكس. حضرتك ممكن تعمل اكسبورت للحاجات اللي احنا قلنا عليها دي دايركت في الفولدر اللي احنا كريتناه، ولكن يفضل ان حضرتك تكريت فولدر لكل حاجة انت هتعمل لها اكسبورت، على اساس لما تيجي تعمل امبورت بعد كده ما تتلخفنش او يبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. هنعمل اول حاجة اكسبورت للجريد، اما نسميها جريد بس يفضل اللي احنا نسميها نفس اسم الجريد اللي موجود عندنا، علشان هي بتروح على الفولدر ده بنفس اسم الفولدر. يعني لو سمينا الفولدر جريد هتروح الجريد بتاعت ارب 1 هتتسمى هنا الجريد، فيفضل احنا نسميها بنفس اسمها عشان لما حضرتك تعمل لها امبورت تتاخد بنفس الاسم اللي كانت موجوده عليه في الموديل اللي حضرتك عملت له اكسبورت. طيب تاني حاجه هتبقى الويلز داتا. تالت حاجة قلنا هنعمل للفلويد موديل، ورابع حاجة بقى للروك فيزيكس. هنروح بقى للموديل بتاعنا وهنعمل أول حاجة بقى اكسبورت للجريد، فهنقف على الجريد بتاعتنا وندوس كليك يمين ونقول له اكسبورت ريسكيو موديل، على أساس اللي احنا عايزين نعمل اكسبورت از ريسكيو فايلز. فكليكنا عليها كده، فبيقولك أول حاجة بالنسبة للبروبرتيز بتاعتك، هل حضرتك عاوز تعمل اكسبورت للبروبرتيز كلها، ولا عاوز تسلكت بروبرتيز معينة اللي انت تعمل لها اكسبورت؟ يعني بحيث مثلا سي لو في بروبرتي معينة حضرتك كده كنت عاملها كتجربة او كحاجة ومش اساسية في الموديل ومش عاوز تنقلها في الريسكيو فايلز، فمش هتسلكت ات يعني، ولكن احنا في الحالة بتاعتنا هنعمل اكسبورت لكل البروبرتيز بتاعتنا. طب نفس الكلام برضو بالنسبة للابار، هل حضرتك عاوز تعمل اكسبورت للابار بتاعتك كلها، ولا هتسلكت ابار معينه تعمل لها اكسبورت؟ يعني لو احنا عملنا على كده فهتروح هناك في الريسكيو فايل اللي هتتكون بتاعه الجريد، هياخد معاها برين بس اللي هو 15 و31، ولكن هيسيب برين كانهم مش موجودين معانا. فاحنا هنعمل برضو للابار كلها،
بالنسبة بقى للفولدر اللي فيه هتتكريت، هنروح كده هنا دي، هناخد بس المكان بتاعه كده، ندوس كنترول سي، نروح هناك في الموديل، اقول له كنترول في او نجيبها من البراوزنج هنا، اقول له اوكي. هو كده عمل ايه؟ هو كده عمل اكسبورت اهو، ده الفولدر اللي فيه اللي عمل سميناه ارب 1. هو كده عمل اكسبورت للجريد بما تحتوي من كل البروبرتيز اللي فيها والابار اللي موجوده معاها. فزي ما شفنا في الفيديو اللي فات بقى بتاع اللي انت ازاي تعمل امبورت الجريد نفسها، ان حضرتك لما تعمل بروجكت جديد هتعمل امبورت للفايل بس ده اللي هو bin فايل. طيب كده عملنا اكسبورت الجريد. تاني حاجه بقى الويلز داتا، اللي هو عباره عن البرودكشن داتا وعباره عن الكومبليشن. فهنروح كده اولا علشان نعمل موضوع بقى البرودكشن داتا، هنروح في الجلوبال اوبزرفد داتا، وفي الفولدر اسمه اوبزرفد داتا سيت في الاوبزرفد داتا بتاعتنا، تقف عليها وتدوس كليك يمين تقول له اكسبورت. اكسبورت فين؟ احطها لي في الويلز داتا، عشان لو كان جايب فولدر تاني هنا اختار الفولدر بتاع الويلز داتا اللي انا عاوز اودي لي الاسم، هسميها اوبزرفد، سوري بس كده، ودوس سيف بليس واقول له اوكي. فهنروح للفولدر كده اللي هناك بتاع الويلز داتا، هنلاقي اوريدي الاوبزرفد دوت في او ال زي ما شفنا كده في الفيديو اللي هو بتاع الويلز داتا، ان هو بتريل اللي بيقبل بفي او ال او باو اف ام. فهو هنا لما عمل اكسبورت عمل لها اكسبورت دوت في او ال. طيب نيجي تاني كده هنا بالنسبه بقى للكومبليشن بتاعنا، هنقف على الجلوبال كومبليشنز وهندوس كليك يمين وهنقول له اكسبورت اوبجكت. طيب اولا انا عندي نوعين هنا في الكومبليشن بالنسبه للموديل اللي عندي ده، في كنا مدخلين الكيسنج ومدخلين البرفوريشن. فهو اولا بيقول لك انت عاوز تعمل اكسبورت لانه فيهم، هل عاوز تعمل اكسبورت للكومبليشن نفسه اللي هو الكيسنج ولا للبرفوريشن؟ فهقول اولا هعمل اكسبورت للكيسنج، فاختار ويل تيوبنج داتا وهسميها هنا كيسنج، وبمجرد واختار الويلز داتا، ومجرد ما ادوس سيف واسلكت الابار، ايه الابار اللي حضرتك عاوز تعمل لها برضو اكسبورت للكومبليشن بتاعها، هختار كل الابار عندي واقول له اوكي. فهنروح في الويلز داتا هنلاقيه اوريدي عمل اكسبورت للكيسنج. هنعمل بقى اكسبورت للبرفوريشن، هنقف برضه على الجلوبال كومبليشن وكليك يمين واقول له اكسبورت اوبجكت، واختار بقى هنا ايفنتس ديت، هو بيعرف ان ديت البرفوريشن يعني اللي موجوده عندي هنا في الكومبليشن، واكتب له هنا اسميها اي، يعني اكتب اي اسم انا عايزه بس اسميها perforations على اساس اعرف ان ديت البرفوريشن لما اجي احملها في الموديل التاني في البتريل، يعني الموديل الجديد اللي هعمله. هاجي بعد كده بقى الويلز اهي، سيلكت اول مثلا او سيلكت ابار معينه واقول له اوكي. هنروح كده نشوفها اوريدي هو حمل البرفوريشن. بعد كده بقى هنعمل اكسبورت للفلويد موديل، فهنيجي كده الفلويد هنا اللي موجوده في الانبوت دوس عليها، وكان عندي في الموديل دوت نوعين من البي في تي تو داتا يعني، فهاجي في البي في تي 1 الاولانيه هدوس عليها كليك يمين واقول له اكسبورت اوبجكت. اكسبورت اوبجكت فين؟ اكسبورت اوبجكت في الفلويد موديل. هسميها ايه؟ هسميها بي في تي 1. وزي ما قلت برضو اي اسم حضرتك ممكن تسميه، بس يفضل تسميه بنفس الاسم اللي موجود عندك في الموديل دوت، عشان لما تيجي تimporт هناك. export object دي بقى التانية نسميها pvt2 في نفس المكان برضو بتاع الفلويد موديل. هنروح للفولدر كده بتاع الفلويد موديل، هلاقي اوريدي فيه pvt1 في pvt2.
طب هنيجي بقى للروك فيزيكس. كان عندي حاجتين في الروك فيزيكس. كان في ال saturation functions او ال relative permeability curves والcompaction. في الساتوريشن فانكشن هنعمل زي بالظبط البي في تي اللي انا هقف كده عليها وهدوس كليك يمين واقول له اكسبورت، اقول له اكسبورت في الار بي. هتسميها ايه؟ سميها اي اسم وليكن ار بي، اقول له سيف. طب بالنسبه للكومباكشن، الكومباكشن هو غير الساتوريشن فانكشن وغير البي في تي، فهو عباره عن تيبل. يعني حضرتك لو وقفت كده على الكومباكشن ده ودوست كليك يمين ودوست شو سبريد شيت، فهيعرض لك التيبل بتاعك. ففي طريق، مش مفيش اوبشن ان حضرتك تعمل هنا كده كاكسبورت ويروح هناك. طب هنعمل ايه في الحاله دي؟ في اكتر من طريقه، اسهلهم ان حضرتك هتقف تدوس كليك يمين وتدوس شو سبريد شيت وتقف كده بكليك شمال اهو، وانت دايس برضو كليك شمال تسلكت اول كده، سيب الكليك الشمال خلاص وتدوس كنترول سي. فانت كده خدت كوبي من الداتا بتاعتك ديت. هنروح بقى هناك كده في الفولدر اللي فيه الار بي دوت، هندوس كده كليك يمين وهكريت اكسل شيت وهسميه مثلا اي اسم وليكن الكومباكشن داتا بتاعتي. هفتح كده شيت الاكسل وهدوس كنترول في، يبقى انا كده عملت بيست للداتا بتاعتي بتاعت الكومباكشن وهسيبها دلوقتي. يبقى انا كده اوريدي عملت اكسبورت للجريد وعملت للويلز داتا وعملت للبي في تي وعملت للساتوريشن فانكشن. وهقدر بقى اللي انا افتح بروجكت جديد واخد فيه الداتا زي ما احنا شفناها في الفيديو بتاع الامبورت. طب بالمناسبه كان فيديو الامبورت وكنا عملنا امبورت بس للجريد والبرودكشن داتا، على اساس ان هو كنت عامل الفيديو دوت خاص بالستاتيك موديل. حضرتك بتعمل امبورت للستاتيك موديل. طيب في حاجتين احنا ضفناهم دلوقتي ما كانوش موجودين قبل كده، موضوع البي في تي وموضوع الروك فيزيكس. ازاي حضرتك تعمل لهم امبورت في البروجكت الجديد اللي هتفتحه؟ فخلونا يعني نتخيل كده ان عشان بس ما نفتحش بقى، ما نعملش امبورت من اول وجديد عشان بس نختصر الوقت. كأن دوت الموديل الجديد بتاعنا، هنشيل بس منه الفلويدز وهنشيل منه الروك فيزيكس. فاحنا حملنا الجريد وحملنا الويلز داتا زي ما عملت في الفيديو بتاع الامبورت الداتا بتاعت الستاتيك موديل. طب فاضل ايه؟ فاضل نعمل امبورت بقى للبي في تي اللي حضرتك عملت لها اكسبورت من شويه والروك فيزيكس. هنروح كده في الريسيرفوار انجينيرنج. فبالنسبه بقى للبي في تي الجزء الخاص بالفلويدز في امبورت هنا، فهنروح كده هنا للداتا الخاصه بالفلويد موديل، نقف على البي في تي 1. هنعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها ساعة لما جينا نعمل امبورت للبي في تي داتا في الخطوة مش فاكر رقم 6 تقريبا. هندوس كده اوبن، اتحملت وزي ما قلنا في الفيديو بتاع الخطوة رقم 6 ان هي بتتسمى باي ديفولت بي في تي نم 1 سيتنجز كده، اما نخليها زي ما هي ونسميها بي في تي 1 وندوس اوكي. وهاجي برضو اعمل امبورت هنا للبي في تي 2 زي ما قلنا، هو بياخد باي ديفولت الاسم دوت، هنسميها بي في تي 2. فانا كده اوريدي عملت الامبورت بتاع البي في تي في الموديل الجديد بقى، كانك يعني فتحت موديل جديد وعملت فيه امبورت للداتا دي. طب فاضل ايه؟ فاضل الروك فيزيكس. الروك فيزيكس في نفس برضو الريسيرفوار انجينيرنج، هتقف في الروك فيزيكس وتقول له امبورت. هنختار بقى الار بي اهي، الفولدر اللي احنا عملنا لها اكسبورت بتاعت الار بي دي اللي هي الساتوريشن فانكشنز، ونقول له اوبن. فاوريدي هو كده راح محملها لنا على طول. فاضل ايه؟ فاضل الروك كومباكشن. الروك كومباكشن كنا احنا واخدينها على شيت اكسل. فاللي حضرتك هتعمله هتقف في الروك فيزيكس هنا وتعمل ايديت على الساتوريشن فانكشن اللي انت حملتها دي، بس دي هنسيبها زي ما هي، ولكن هنيجي على الشق بتاع الكومباكشن. حضرتك هتختار اي كومباكشن موجوده ولتكن ديت، يعني دي مش الداتا اللي هي هناك، ولكن هنختارها كده وندوس ابلاي بحيث ان احنا جاست نكريتها.
اتكريتك كده هنا. نروح في دي، ناخد الداتا الاكشوال بتاعتنا اللي احنا كانت موجودة في الموديل، يعني اللي احنا عاوزين نعمل له اكسبورت وبعد كده امبورت في ده، ونفتح دي كده ونيجي على الروك كومباكشن اللي احنا كريتناها من الكورليشن، دوس كليك يمين شو سبريد شيت، وبرضه حضرتك هتسلكت دول كده وهتدوس كنترول في. هنلاحظ بعد ما ندوس كنترول في ان الداتا اتغيرت وفقا للداتا اللي احنا خدناها على الشيت اكسل اللي هناك. ندوس ابلاي، هندوس اوكي. حضرتك هتسميها بقى بالاسم اللي انت عايزه، زي مثلا دي الصخرة عندنا مفيش لايم ستون اصلا، كان في الموديل ساند ستون. ندوس اوكي، ويبقى كده اوريدي احنا عملنا اكسبورت للداتا بتاعتنا، وعرفنا ازاي في الفيديو اللي فات اللي احنا نعمل امبورت للجريد نفسها والويلز داتا، وزودنا عليهم في الفيديو دوت اللي احنا نعرف نعمل امبورت للبي في تي والروك فيزيكس اللي احنا عملنا لها اكسبورت من شويه. ارجو ان الفيديو يكون واضح لحضراتكم، وبمشيئة الله بقى في الفيديو اللي جاي هنكمل خطوات بناء الدايناميك موديل. هنخش في الخطوة رقم 8 اللي هي الأكوثر، وأشوف حضراتكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.